السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني الكرام، أتيت لكم بموضوع جديد وهو موضوع مهم حول نصائح مقدمة من خبراء سباقات الزاجل. والموضوع يتعلق في نصائح مهمة مقدمة من خبراء سباق الزاجل آمل فيها أن يستفيد الجميع. يعني كيفاش نهزو حمام من السباق وكيفاش نتعاملوا مع الحمام فاش يقرب السباق، ونتمنى ان شاء الله اخوتي تستافدوا. اولا، يجب الحرص الشديد على عدم مشاركة الإناث في السباقات أو التدريبات وهي محملة بالبيض في أجسامها. ثانيا، يفضل أن لا يترك حمام السباق ليغذي صغاره قبل السباق، والبعض يرى أنه لا يترك حمام السباق ويغذي صغاره طوال فترة السباقات، مع الاتفاق أنه من الأفضل لا يغذي ابنا قبل السباق بما لا يقل عن 2 أو 3. ثالثا، كلما منح الحمام تدريبات أكثر كلما أمكن تحقيق نتائج أفضل، ولكن في حدود المحافظة على صحتها ونشاطها وقوتها، كما أنها تحتاج للهواء والإضاءة والماء كأي كائن حي. رابعا، عادة الحمام الكبير في السن يحقق نتائج أفضل من أمثاله من الطيور حديثة السن. خامسا، النظام الطبيعي بوسعه استغلال الرغبتين وهما الحب والجوع. سادسا، وجود البيض أو الفراخ هما من أكثر الحوافز لعودة الحمام. سابعا، يقسم حمام سباق إلى 3 أقسام من حيث المسافة، وهي: ألف، المسافة القصيرة وهي في حدود 300 كيلومتر وسرعة الحمام الجيد فيها تصل سرعته إلى 1500 متر في الدقيقة. باء، المسافة المتوسطة وهي في حدود 500 كيلومتر إلى 700 كيلومتر والحمام الجيد فيها تصل سرعته إلى 1200 متر في الدقيقة. جيم، المسافة الطويلة وهي من 800 كيلومتر فما فوق والحمام الجيد فيها تصل سرعته إلى 800 متر في الدقيقة. ثامنا، الحمام الذي يجهز للسباقات إذا كانت متزوجة بحمام مخالف له في الجنس فهو شيء مهم لتحقيق نتائج جيدة. تاسعا، يجب أن يوفر الحافز الحمام مثل التزوج، البيض، إلى آخره. عاشرا، اليوم الذي قبل يوم السباق لا يخرج الحمام خارج البيت، ويوم السباق أيضا. يجب التعامل مع الحمام بلطف وهدوء ليبقى هادئا خصوصا عند وصوله من السباق. في الحالة 12، يفضل أن لا يعطي حمام السباق أي شيء في الماء أو مع الغداء يوم أخذ الحمام للسباق. أتمنى أن تكونوا إخواني استفدتم من هذه المعلومات الجيدة والبسيطة والقيمة من إخوانكم في الوطن العربي. لا تنسوا الاشتراك في قناة حمزة زمامدة إذا أعجبكم الفيديو، ولا تنسوا الضغط على لايك لتشجيعنا فقط ولدعمنا فقط. أشكركم جزيل الشكر إخواني الكرام. فرجة ممتعة. أتمنى منكم أن تدعموا قناتي ليصلكم كل الجديد إن شاء الله وبإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.